السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، ان شاء الله نلقاكم بخير وبصحه وعافيه. لهنا راح نوجد لكم سلطه الفلفل المشويه ولا المفوره. لهنا هذه الطريقه جبتها درتها لكم مفوره، نقدمها مع اللحم مع الباربيكيو. طريقه اسهل طريقه. هنا خيرت الفلفل ملون، ممكن تخيروا الاخضر والاصفر ثاني. الاخضر ما كاينش عندي، يعني هذا اللي كاين واجد. نحيو هذيك القشره كي تفوروه. الطريقه تجيكم سهله، خليوه برك يكون سخون، حطوه في ساشي تاع بلاستيك. لهنا انا كنت شويه مزعوبه، نحيتو عفين هكا. احكموا هكذا، تفتحوه وتقطوه شرائح طوال. يا تخليهم شويه طوال هكذا، لا تعاودوا تقصوهم على زوج. فوالا كي نكملها ان شاء الله كامل ونوريكم كيفاش نقدموه. وهنايا نجيب البصل الاحمر نقطعه كيما هكا، يكون رقيق بزاف. هذي هما لي سالاد يعني 100% تاع الصيف. نحتاج الكميه هذه، حبه تاع السلاد ولا حبه تاع البصل. نجيبو ربطه صغيره هكذا معدنوس، نفس الشيء حتى هو نقطعوه كيما هكذا. سلطه كيما هكذا تجي صحيه وتجي شهيه بزاف، وتقدروا تغيروا فيها كما تحبوا. لما تحبش البصل تقدروا تخليوها غير هكذا بالمعدنوس والثوم وشويه كمون. اي فوالا، ونكملكم دوكا باقي الوصفه. فوالا نخلطهم كامل مع بعضهم، نضيف عليهم فص تاع الثوم، سواء تقطعوه سواء ديريكتومون هكذا تعصروه. ثوم يجي روعه مع الفلفل. دوكا نحط فيه الملح وزيت زيتون وشويه تاع الكمون، بلا ما ننسى لي زوليف فيولي وعصره تاع الليمون، سيترون، huile d'olive، الكمون ما تحبوش بزاف نقصوا، غير رشه خفيفه، والملح. وشوفوا يا البنات ما شاء الله، لازم نخلطوها مليح مليح باش كذا كامل لي زانغريديون يدخلوا مع بعضهم. وهاي لا سلطه وجدت. ومن بعد لا سلطه تخليوها كيما هكا وكل واحد يحط في لاسيت تاعو، ولا نوريكم من بعدها ان شاء الله في صحن التقديم كيفاش وجدتها انا. وفي امان الله في وصفه جديده ان شاء الله.